في درس مهم جدا اللي صح هذا الدرس مشهد اللعيبه المغاربه وهم بيحتضنوا امهاتهم داخل الملعب ويحتفلوا معهم بالفوز. الحكايه هنا ليه بقول لك هذا المشهد مشهد استثنائي يجب ان نتوقف قدامه كثيرا. مشهد هنا مش بس في احتضان الام واعتراف بفضلها، وده شيء رائع جدا وكبير جدا عند الله عز وجل لو تعلمون. هذا الحب الجارف والتقدير. انت اصلا اي مغربي لما يكلمك وهو بيدعي لك اي حاجه تاني دعوه ما كانتش الاولى يقول لك الله يرحم والديك، حيين او ميتين، الله يرحم والديك. ده شيء من الاشياء الرائعه اصلا في الثقافه المغاربيه. لكن هنا من الدروس بقى مشهد حضور الامهات، ده مشهد ملهم جدا، فاهم؟ والحكايه ليست في تلك اللقطه تحديد، دي لقطات كده في عناوين رئيسيه بس مهمه. الصوره دي استثنائيه بشكل كبير. مع كل فوز للمغرب طيله المشوار الامهات والاباء هم ابرز الحضور والمحتفلين، وده مشهد مهم وفضيله، مش هقول لك فضيله غائبه لكن فضيله يجب التاكيد عليها في كل وقت، اللي هو هذه الجنة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذه الجنة تحت أقدام هؤلاء. دي فضيلة مهمة جدا التأكيد عليها. لكن برضو ده يبقى مش الدرس الكبير. الدرس الكبير اللي فيما لعبه هؤلاء الأمهات والأباء من دور في احتفاظ هؤلاء اللاعبين بفطرة نقية وحب لأرضهم ولدينهم ولمجتمعهم رغم البعد. هذا الدور الكبير اللي لعبه هؤلاء الآباء والأمهات في مسيرة هؤلاء اللاعبين اللي ممكن كنت تلاقيهم في سكة مختلفة تماما، سواء بالشعور بالوطن، ازاي تخلي جيل تاني وجيل تالت اتربى وعاش وترعرع ورضع وراح الابتدائي والاعدادي وكل مشواره بعيد عن البلاد، ازاي تفضل زارع فيه حب البلد، ازاي تفضل زارع فيه الخير، ازاي تفضل تقدر تحميه وترويه بفضل ربنا عشان يبقى تظل فطرته نقية. لك ان تتخيل ان اغلب منتخب المغرب اكثر من 14 لاعب ابناء لمهاجرين هاجروا وعاشوا في دول اخرى لسنوات طويلة جدا. اكثر من 14 لاعب اتولدوا في دول تانية رفضوا يمثلوا بلادها وتمسكوا بتمثيل المغرب، بل انهم لعبوا ضد منتخبات بيحملوا جنسيتها وولدوا فيها واصروا على التمسك بالهوية سواء الدينية او العربية، واصروا ان تبقى اول حاجة يفتكروها هي قضية الأمة الأولى مثلا زي فلسطين وأعلامها اللي حاضرة معاهم في كل مكان. الناس دي يا جماعة عاشت في بيئات مختلفة تماما. مين اللي خلى هذه الفطرة وشربهم ورضعهم حب الدين والوطن بعد فضل الله عز وجل؟ الآباء والأمهات اللي انتوا شايفينهم في هذه الصور الاستثنائية. الحكاية دي ليست بالشيء السهل ولا الهين. ابن يتولد ويتربى في دولة أوروبية ويستطيع أبوه وأمه بفضل الله إنه يفضلوا زارعين فيه حب بلده وحب أهله وحب دينه وقضاياه بهذه الطريقة، ده شيء ليس أبدا بالأمر الهين. الحقيقة اللي عملوها هؤلاء الآباء والأمهات يستحق الفخر والتقدير بلا أي مبالغة. هذه الحكاية عنوانها رئيس لكن ضمنها حكايات استثنائية لهؤلاء الآباء والأمهات. وقلت لحضرتك من أبرز الحاجات اللي نجح فيها مدير الفني المنتخب المغرب هو المزج الرائع جدا اللي بين اللي بره واللي جوه. اللي بره ده فيهم ناس ما بتعرفش تتكلم عربي، ما بيقدرش يتكلم عربي، لكنه مع ذلك ظل قلبه ينبض بحب بلده وارضه وناسه والفطره. بقول لك مفيش المشاهد دي في اوروبا، مفيش حد بيتفاعل مع حد. كسبت يا عم كسبت، خسرت انت مالنا.
النهارده اصغر قريه ونجع بتحتفل بالمغرب كأن الانتصار هو انتصار موريتاني او جزائري او ليبي او مصري او سوداني او صومالي. هو ده اللي بيحصل. هؤلاء الاباء والامهات لعبوا ادوار ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم. عندك مثلا الحارس ياسين بونو، ده حارس ربنا يبارك فيه ويكمل مشواره على خير، واللي ليه دور كبير في تلك الانتصارات. ياسين بونو، ياسين بونو ده الذي بفضل الله الابتسامة لا تفارق شفتيه، اتولد في كندا. عيلته هجرت لكندا وولد هناك. كندا بقى بعيد يعني، بص هو بيصحى الناس نايمين، هو بينام الناس صاحيين، بعيدة، هجرة حقيقية يعني. كندا يعني بعيدة جدا جدا عن الوطن ودفء الوطن وكل حاجة. عاش واتولد واتربى هناك. رفض انه يمثل منتخب كندا. بيتكلم ياسين بونو ده 4 لغات، انجليزي وفرنساوي واسباني زائد العربي. حارس اشبيليه، لعب كتير جدا في الدوري اسباني. الا انه في المؤتمرات ياسين بونو يصر بمنتهى الفخر انه ما يتكلمش غير عربي. مش اول مره، اخر مؤتمر ليه في الدوحه قال للصحفيين الاجانب مش مشكلتي انكم جايين تكلموني وما جبتوش مترجمين للعربيه. اصر انه يتكلم بالعربيه، وهذا لم يكن مشهدا استثنائيا لبونو الرائع. ده ما كانش موقف استثنائي لبونو، ما بيعملش لقطه يعني. دايما بيجاوب على اساس الصحفيين انجليزي او اي لغه بالعربيه. كان ليه موقف شهير جدا من سنه، كان تمسك بالحديث باللغه العربيه وقال نفس جمله: ما عندكوش مترجم عربي، دي مشكلتكم مش مشكلتي. كنت هتلاقيه ببتسم لو مش حاطط كمامه كورونا. الكلام ده من سنه. بقول لك الحكايه اخر حاجه فيها كره القدم، اخر حاجه فيها كره القدم. كميه الدروس لو نتفكر ونتدبر كبيره جدا. ده بونو ولد في كندا، محترف في الدوري الاسباني، متمسك باللغه والهويه في مشهد استثنائي. ابناء الجيل الثاني من المهاجرين يعني، ده مش ابوه، ده واحد اتولد فاهم اب وام. وده عارف دور امه وابوه ايه بفضل الله، ان يفضل الولد ده يبقوا حريصين انه يتحدث بالعربيه. مش كل الناس بتعمل كده، في ناس للاسف فقدت لغتها وفقدت هويتها. ده موجود. عارف قد ايه مجهود كبير انت انك تفضل ابنك اللي اتولد كندا لا انجليزي لا فرنساوي، مقسومه باللغتين كندا دي، انك تقدر يفضل محافظ على ثقافته وهويته وانتمائه، وتبقى الثوابت عنده واضحه وما تتغيرش. هذا ليس بالشيء الهين. عشان كده بقول لك دور كبير جدا. احنا هذه الامه امه طارده للاسف الشديد. الاراضي بتاعتنا اراضي طارده. لا اتحدث على الخليج، ربنا يديم عليهم نعمه الاموال الطائله، ربنا يزيدهم كمان وكمان. لكن امتنا بقى الباقيه بيئه طارده بشكل كبير جدا. كده اللي يجرى بالشرعيه وغير الشرعيه، اللي بتجيله فرصه بيخلع. المغرب، مصر، تونس، الجزائر، موريتانيا، كله الصومال، كله عايز يخلع. فبقى عندنا ثروات بشريه بره كبيره جدا، زائد الموهوبين. هذه الاراضي العربيه اراضي طارده، بتحارب المبدعين، بتحارب الاختلاف، ان حد يبقى مختلف. سهل جدا انك تبقى مميز وتستمر. فعشان كده لدينا ثروات طائله خارج اراضينا لا تقدر بمال. عندنا ناس بلغوا عنان السماء في كل المجالات، مش بس كرة القدم. هؤلاء في تقديرنا المتواضع من نعول عليهم للتغيير الحقيقي. أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، نماذج الواحد قابل في تلك الهجرة القسرية التي فرضت علينا، نماذج
رائعه جدا من ابناء الجيل الثاني والثالث من كل الجنسيات، والله اشياء حاجات تشرف، والبركه في اهاليهم. منير المحمدي سيبك من بونو، الحارس الثاني للمنتخب، معاه الجنسيه الاسبانيه، واتولد في ميليليا. اتولد في ميليليا منير المحمدي الحارس الثاني. لكن بقيت المغرب. اشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي الشهير وباريس سان جيرمان، اتولد في مدريد باسبانيا، اتولد في مدريد باسبانيا. اشرف حكيمي مثل منتخب اسبانيا تحت 19 سنه، وكانوا عايزين يمثل منتخب اسبانيا كبير لكنه رفض. قال لك مش حاسس بنفسي، انا مش زرعه مش في مكانها، انا لازم العب لمنتخب المغرب. كان الطريق مفتوح قصاده. انا امبارح سمعت واحد معلق بيعلق، افتكرته الاول وهله بيسقط او بيتعامل بعنصريه مع اشرف، وما كانش بيتعامل معاه بكده. لما شفت الجمله قال لك بص اشرف ده والدته كانت شغاله شغلانه بسيطه في مدريد، وابوه شغال شغلانه بسيطه في مدريد، والان يسدد ضربه الجزاء. مش عارف هو بيتكلم بالانجلش، بس انا مش عارف معلق مين، شفتها على التيك توك والصوت مش متركب يعني حقيقي. وهو اشرف بيسدد الضربه الاخيره، قال لك والان يسدد ضد اسبانيا ويحدد. بس لما اشرف جاب الجون عرف الراجل فرح فرحه عارمه. وبس هو كان بيحكي على المفارقه اللي لازم ناخد بالنا منها، مش بساطه العيله. في الغالب الاعم من عائلات كره القدم هي واحد من اطواق النجاح للعائلات البسيطه. كره القدم هي واحد من اطواق النجاح لعائلات بسيطه جدا اتغيرت حياتها. يعني اللي جاي من عيله ارستقراط او متوسطه او كده ده استثناء في كره القدم، استثناء، لكن ده الامر الواقعي. مش هي دي الحكايه.